السلام عليكم. من ضمن الحاجات المتفق عليها إن أي بني آدم في الدنيا يحب يسمع دلع لاسمه، قولي لي يا محاميها. وعادة اسم الدلع ده بيكون مشتق من اسم الشخص نفسه، ولكن في أسامي دلع لأشخاص بعيدة كل البعد عن أساميهم، ومنها مثلا اسم محمود محمود بيه. ابو حنفي. ابو حنفي. وأصل اسم أبو حنفي ده بيرجع لواحد اسمه أبو المؤيد محمود الخوارزمي، وده كان أشهر طالب عند الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي، وهو اللي جمع كل الأحاديث اللي أخرجها الإمام، ومن هنا ارتبط الاسمين ببعض. أما الاسم التاني فهو مصطفى. احلى مسا 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 على عم مصطفى. اتفضل يا درش. اوكرانيا نواف. واصل اسم درش ده بيرجع للسلطان مصطفى العثماني اللي تنازل عن الحكم في منتصف القرن ال11 الهجري وانضم لطائفة الصوفية، والطائفة دي كان بيطلق عليها باللغة التركية درويش، واللي كان معناها على باب الله او لا يملك اي شيء، والتخفيف الاسم على اللسان بقت تتقال درش. اما الاسم الثالث والاخير فهو اسم حسن. حسن. ابو علي دي بترجع لسيدنا علي بن ابي طالب ابو الحسن والحسين، وبس كده. السلام عليكم.